السلام عليكم. لازم تخاف، الموضوع بقى مرعب. الموضوع يا جماعة مش عايزه يتاخد بتهريج وهزار، ولما بيطلعوا مش عارف يجيبوا صور وبتاع. الموضوع بقى مرعب مرعب. موضوع تجارة الأعضاء اللي كشفت عنه بنت اسمها مروة. وعلى فكرة ما يخصنيش بنت الريس، بنت جمال عبد الناصر، بنت أنور ولا يخصني، أنا ماليش دعوة. أنا ليا دعوة بالحاجة الخطيرة اللي هي قالت والأسامي اللي هي قالتها. وعلى فكرة أنا عملت سيرش على كل الحاجات اللي قالتها، وبدأت أربطها بحاجات موجودة هقول لكم عليها، هتعرفوا إن الموضوع مرعب. الموضوع يخوف، الموضوع مش مستاهل تهريج، وخصوصا لما تعرف ان مصر بقت ثالث دولة في العالم في موضوع تجارة الأعضاء، تعرف ان الموضوع بقى مرعب يخوف. لازم تخاف، الموضوع مش تهريج. بصوا يا جماعة، خلينا نبتدي من الأول. البنت طلعت قالت على شوية أسامي على رأسهم حد معروف، هي وفاء عامر. وفاء عامر ممثلة درجة تانية، سنيدة، مش بطلة يعني زي أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومنى زكي ما بتشيلش أفلام ومسلسلات، يعني ممثلة درجة تانية، بس مشهورة معروفة. ايه بقى اللي يلم واحدة زي وفاء عامر على المساجدة بتاعت الفسيخ وبتاعت الخضار وبتاعت الشاي ايه؟ مفيش. هي عايزه تثبت لكم او عايزه تصدر لكم ان هي الست المتواضعه الفنانه الكبيره اللي بتروح للناس اللي مش عارف ايه. كل ده كلام فاضي، ودي ست فيك. وانا هقول لكم على قصه دلوقتي انا عارفها كويس قوي عنها. وفاء عامر لما البنت طلعت اتكلمت عليها، اتكلمت على ناس موجوده، اتكلمت على ناس ماتت. اقسم بالله الناس اللي ماتت دي حقها بيجي. ربنا سبحانه وتعالى كبير وعظيم وكريم، الناس دي حقها بيجي. الناس اللي ماتت، كان ابراهيم شيكا ولا دينا مراجيح، وهقول لكم على اسم مفاجاه دلوقتي، ابراهيم الطوخي بتاع الجملي هو املي، فاكرينه؟ اول ما طلع وظهر معاهم مات. دينا مراجيح ماتت، ابراهيم شيكا مات. وقال لك ده البت قالت، ده قالوا له انت عندك الكانسر، بس هو لما خدوا منه فص الكبد والكليه الواد حالته اتاخرت، فبداوا يعالجوه ما قدروش يلحقوه، فقالوا له انت عندك سرطان. موضوع غريب، موضوع غريب. كل الناس اللي هم قبلوهم ماتوا. الناس دي بتتباع. اقول لك على حاجه، يقول لك الجته بتتباع ب5 مليون جنيه. وعلى فكره اشارك في المبلغ ممكن يكون اكبر من كده. بيكلموا بالجته. وبعدين هو سؤال بسيط، سيبك بقى من وفاء عامر كده على جنب عشان هحكي لكم قصتها دلوقتي. بتاعت الخضار وبتاعت الفاكهه وبتاعت الفسيخ وبتاعت الشاي، انتوا اتبدل حالكم خلال سنه منين؟ وكل شويه رايحين دبي متصورين وجايين من دبي متصورين. منين؟ مين اللي بيصرف؟ انتوا بتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ انتوا عارفين سفريه دبي دي بتتكلف كام؟ اللي سافر دبي عارف مبلغ وقدره عشان تروح وتسكن وطيران. منين؟ هيطلع واحد دلوقتي يقول لي اصل هما بيعملوا لايفات على التيك توك. دي لوحدها بقى كارثه، دي لوحدها كارثه. ليه؟ واحده احنا بنتكلم مع بعض ايه؟ بالراحه، وعايزين نفهم مع بعض. ليه بقول لكم الموضوع خطير؟ عايزين نفهم مع بعض. يقول لك لايف التيك توك اصل هو مستني الداعمين بيرموا له مش عارف ايه. طب الداعمين دول مين؟ وبيرموا له ليه؟ ولما يرموا له هيستفيدوا ايه؟ انا رجل اعمال عندي 100 مليار دولار، عندي فلوس لا تعد ولا تحصى. ارمي فلوسي لواحد زي شاكر ده ليه؟ شاكر ده طالع في مقابله بلسانه بيقول انا بكسب في اللايف مليون جنيه وبعمل 3 لايف في الاسبوع، يعني بيكسب الباشا 12 مليون جنيه في الشهر. منين؟ انا داعم، رحت رميت لك الحوت ورميت لك السمكه ورميت لك الموتوسيكل ورميت لك انا بقى كداعم استفدت ايه؟ بحبك مثلا؟ يعني ايه؟ انا لو بحبك هجيبك واديك الفلوس، مش لازم بقى ارميها لك على التيك توك وبتاع. التيك توك ده الباب الخفي
او لا مش الخفي، الباب المعلوم للفلوس، عشان لما يتسألوا العز والملايين اللي جات لكم دي منين، يقول لك لايفات التيك توك. ودي مصيبه، اقسم بالله مصيبه. خلت الناس يا عيني الغلابه، ناس غلابه جدا يعني، لما التيك توك يبعت لها افتحوا لايف بيفتحوا، ما بيجيبولهمش حاجه. هم عايزين الناس المشهوره اللي هم بقوا مشهورين في التيك توك ويرموا لهم ويجيب لهم، يقول لك بيرمي لي مش عارف ايه، بيرمي لي حوت، بيرمي لي مش عارف ايه، يكسب من التيك توك 1000 مليون جنيه في اللايف. زي ما المعلم شاكر ده قال. شاكر ده برضه ليه قصه غريبه بقى. واحد كان ضابط شرطه اللي بيتمناها كل اب لابنه، يقول لك اصل انا اديت استقالتي. ليه؟ انت مين استقطبك؟ مين استقطبك وخلاك تقدم استقالة وتقول ده انا هخليك احسن منها 100 مره، وبقى ملايين دلوقتي وعربيات وفلل في مدينتي وفلل في الساحل منين؟ كل ده يا جماعه تجاره اعضاء. انا مصدق البنت اللي اسمها مروه، ايوه انا مصدقها. بصوا الحكايات اللي اختفوا عليها الناس اللي ماتت غريبه. ابراهيم الطوخي يطلع معاهم مرتين ثلاثه في كام فيديو، بعد كده مات. هبوط في الدمره الدمويه، مش عارف سكته دماغيه، اي كلام في اي كلام، مات. دينا مراجيح ليها فيديو اكيد شفتوه، لما الست بتديها 3000 جنيه وبتقول لها ربنا يشفيها. ربنا يشفيها من ايه؟ وبعتلك الفلوس ليه؟ والتانيه تقول لها ده انت لو فضلتي معاه هتتنقلي نقله تانيه. هي اتنقلت للوجه كريم، اتنقلت للعظيم الكريم اللي احسن مننا كلنا. ابراهيم شيكا قصه. وانتوا شفتوا مراته وامه لما اتكلمت بعد ما الواد مات وقال لك ده معاه فلوس ومراته عايزه، مش معاه فلوس منين؟ اذا كانت البنت كانت بتطلع تقول لك انا بقعد الم عليه والناس مش عارف ايه. وبعدين في حاجه، هو انت يا وفاء مالك ومال ابراهيم شيكا؟ طب ابراهيم شيكا ده كان لاعب في الزمالك، فهي البنت عايزه تلم فلوس من اللعيبه اللي بتاخد ملايين فهيساعدوه. انت مالك وماله؟ مالك وماله؟ اللي بيتصدر اصل البت الجدعه اللي مش عارف ايه كل ده كلام فاضي. كل دي تجاره اعضاء. الكليه بتتباع بمليون ونص، الكليه بتتباع بمليون ونص، وفص الكبد بيتباع ب 2 مليون جنيه. والغلابه كتير، الغلابه كتير عندهم استعداد، مفيش مشكله. البنت اللي اسمها مروه صادقه في كل كلمه قالتها وقالت اسامي. وبعدين في حاجه بقى، البت اتمسكت تاني يوم يقول لك ايه؟ نص التحقيقات اللي البت قالت اصل انا كنت بعمل كده عشان ازود مشاهدات ومش عارف ايه. هو انت دخلت لوكيل النيابه سالته تاني يوم؟ وخلي بالكم الصفحات الكبيره للعيال التيك توكر اللي بيروحوا يعملوا فيديوهات كبيره، العيال دي بتقبض، العيال دي بتقبض عشان تصدر لك المشهد ده وانت بتتفرج عليها وتقول لك ايه؟ اصل بعد التحقيقات البنت مريضه نفسيا ومريضه مش عارف جسمانيا وقالت انا كنت عايزه الم مشاهدات وبتاع. كل ده كلام فاضي بيصدره لك بفلوس. العيال دي بتاخد فلوس. طب انا هقول لكم على حاجه. سوزي الاردنيه، بصوا اسم اللامع دلوقتي اللي امير قرار الفاشل وفيلمه الفاشل اللي سقط رايح يدعيها في فيلمه في الافتتاح وتتصور مع الممثلين. ليه؟ سوزي دي باختصار حكايتها، باختصار زي ما قال عم حجاج، عم حسين حجاج اللي هو بتاع المسلسل الكبير، باختصار البنت دي طلعت من كام سنه، من سنتين تقريبا. ايه كل حكايتها؟ سابت الفيديو شغال وهي بتشتم ابوها وبتقعد تطلع اصوات من مناخيرها وتسب له بالدين وبتاع. لقت الفيديو جاب ملايين المشاهدات، استحلت الموضوع، قالت ايه ده يبقى محتوى بقى. محتواها ان هي بتطلع تشتم ابوها، وكانت ايه وبقت ايه. شوفوا خدودها وشوفوا الحاجات اللي اتنفخت، وتقول لك انا رايحه دبي وانا رايحه قطر وانا رايحه مش عارف ايه. ركزوا في الاسماء وركزوا في البلاد. دبي بقت ملجأ دلوقتي، كله رايح دبي. يا جماعه الموضوع خطير، وانا بطالب الجهات المختصه في مصر تجيب الناس دي ويقولوا لهم فلوسكم دي منين. وخلي بالكم في ناس هربت، في ناس هربت، الاسامي اللي هي مش مذكوره. اللي انا بقول لكم عليهم دول الاسامي معروفه.
في اسامي مش معروفه وهي اللي كانت بتشتري. الاسامي دي هربت. خلي بالكم يا جماعه، الموضوع خطير، مش عايزين ناخده بتهريج، مش عايزين ناخده بهزار. الموضوع خطير، خلي بالكم على نفسكم قوي قوي. الحكايه بتاعت وفاء عامر، عشان بس اقول لكم بس الست دي عشان ما انساش، كانت في جامعه الدول العربيه وجالها، كانت بتعزي في مسجد الحمدان الشاذلي، فجالها 2 ستات كده غلابه اللي هم بيدروا في جامعه الدول العربيه، انتوا عارفين الشحاتين وبتاع، ويا استاذه وعشان خاطرنا وعايزين فلوس وبتاع، وهي قاعده في العربيه. قالت لهم استنوا، راحت شخطه فيهم، استنوا هديكوا، روح هات لي الكاميرا، هات الواد بتاع الكاميرا عشان يصور. وكانت بيبرق لهم وزغر لهم كده، اسكتوا وابعدي ابعدي العربيه، ابعدي ايدك. ماشي. اول ما الكاميرا اتفتحت، ابتسامه المزيفه، ويا حبيبتي ده انا تحت امرك، ده انا مش عارف ايه، وراحت مديها كل واحده 200 جنيه. الست دي فيك وتاريخها معروف، تاريخها معروف. الواد محروس بتاع الوزير، فيلم بتاع منتصر بالله، اللي يحب ينقب، معروف. حنان ترك، قصه حنان ترك، فتاريخها ملوث وزباله. فانا مصدق ان الست دي تعمل كده، ومصدق ان الفرقه اللي معاها دي تجار اعضاء. خلي بالكم من نفسكم، والموضوع مش هيتلم كده في حلقه واحده، انا هفضل متابع الموضوع ده وهكلمكم فيه كتير. سيبكم في رحاب الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.